من سجان وممرض إلى هداف ضد تونس في كأس إفريقيا. عادة اللي مركي بونتو شرفي وإلا بونتو تذليل فارق ما يركزوش معاه الناس، لكن كيف تعرف حكاية الملاعبي وحجم معاناته وقتها لازم تركز خويا. دينيس أوميدي لاعب أوغندا اللي مركى هدف تذليل الفارق في كأس إفريقيا في الماتش اللي وفات 3-1 ضد تونس في الملعب الأولمبي بالرباط. بونتو اللي سجله وهو في عمر 31 سنة، أول مرة يلعب كوب دافريك، خاطر حتى 2019 كان يقسم وقته بين قرايته في علوم التمريض ويتدرب ويخدم او ميم طون حارس في الليل في احد السجون شمال اوغندا، وين يتحول كل يوم بالموبيلات متاعو. مضى شويه دينيس ولقى وقت وظهر في الدوري الاوغندي، كان في 2023 مع نادي كيتارا بعد ما لعب سابقا في الدرجات السفلى، واول سيزون مع كيتارا مركز 15 بونتو وتوج مع فريقه بالكوب. و2024 اختاروه احسن ملاعب في اوغندا واعطاوه كهرباء، رتحوه على الاقل من الترونسبور. أول 2025 دينيس تحول للجيش الرواندي، هز معهم بطولة مع منتخب بلاده منتخب أوغندا، لعب 18 ماتش، سجل 4 أهداف وعمل اسيست، وآخر بونتو كان سجله ضد تونس في الكوب دافريك. برافو لدينيس أوميدي من سجان وفرملي إلى دخول التاريخ مع بلاده.